نتعرف بحضرتك يا فندم. استاذ كريم شاكر، باحث قانوني في وزاره العدل ومدير منظمه المصريه لحقوق الانسان. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. ايه احساس حضرتك النهارده في الحفله الخيريه والمؤتمر الخيري لدعم ذوي الهمم؟ حاجه جميله بجد، وبشكر القائمين عليها، وبشكر كل من قام بالتعاون والاشتراك الفعال في كل بسمه وكل دخله فرح وكل دخله ابتسامه لطفل معاق او طفل ذو الهمم. بجد احنا اطفالنا واولادنا بجد بنقدم لهم كل الامان وكل السعاده وكل الفرح وكل الخدمات الانسانيه. ومن خلال انا ككريم شاكر معايا مؤسسه قانونيه اقدر اخدم واقدر اساعد كل طفل ذو معاق او كل ذي همم. بجد انا اقدر البي له خدماتي ومن خلالي انا واستاذ عبير السيسي. الحكومه طبعا والدوله بتقوم بدورها كامل تحت رعايه الرئيس الانسان الرئيس السيسي، اللي هو دايما في مؤتمراته وفي لقاءاته مع ذوي الهمم دايما بيبقى قريب منهم او بيوصل رساله للمجتمع وللعالم كله ان الناس دي عندها مهارات، ان الناس دي قد التحدي. فالدوله المصريه بتقوم بخدمات كتيره لذوي الهمم او بتقف جنبهم. ممكن تقول لنا حضرتك كمؤسسات او كمثلا مؤسسات خارج الدوله بتدعم ذوي الهمم ازاي؟ انا من خلال بعض الشغل العملي العام والاجتماعي اللي انا بقدر اقوم بيه، انا بقالي 17 سنه في العمل العام والعمل الاجتماعي من خلال المؤسسه القانونيه بتاعتي ومؤسسه الجمعيات الخيريه اللي انا اشتغلت فيها وخدت كمدير عام في بعض الجمعيات الخيريه. نقدر نساعد اي مشكله تخوض او تخص اي شخص ذو همم. بجد بنقدر نلبي له طلباته في مكتب الشؤون الاجتماعيه او وزاره الشؤون الاجتماعيه، وعندي الحمد لله تواصل فعال وتواصل وارتباط ما بينه وبين المسؤولين الحمد لله. يعني دعم معنوي، دعم في التعليم، دعم في مهارات، حد عنده مهارات يدخل مثلا يبقى قد التحدي، لان في منهم ناس دخلت الاولمبيات او دخلت يعني في السباحه وفي التكنولوجيا، ليهم مهارات كتيره الدوله بتكتسبها برضو منهم. ففي اليوم الجميل ده ايه الكلمه اللي توجهها لذوي الهمم في العالم كله مش في مصر بس؟ انا بجد برحب بيهم، ويوم جميل ملم ببعض الشخصيات العامه والقيادات الشخصيات العامه والشخصيات القياديه الفعاله بجد على ارض شبرا خيمه وفي مطريه وفي القاهره عامه. وانا من خلال هذا المؤتمر وهذا الاحتفال الجميل اقدر البي كل المساعدات الماليه والمساعدات الاجتماعيه والمساعدات الانسانيه، وادي انا ومجموعه المحامين اللي معايا في المكتب قد اللي احنا نقدي ونقدم ونخدم بجد اولادنا وحبايبنا واخواتنا الصغيرين. وهو ده يعني ولاد مصر طبعا، وهي دي ابناء مصر. طبعا. وهي دي ابناء مصر يا جماعه الشرفاء. طبعا. الناس اللي بتقف جنب ولادها ما بتسيبش ابنائها. مصر بخير ودايما بخير وتحيا مصر. وبنشكر حضرتك يا فندم وبنتمنى لكم التوفيق دايما حبيبي والنجاح دايما بالتعاون ان شاء الله مع بعض الوطن والمواطنين، بالتعاون والتكاتف مع بعضنا البعض ان شاء الله يا فندم. بنشكر حضرتك يا فندم. حبيبي. والنهارده في المؤتمر الجميل مؤتمر ذي الهمم نقلنا لكم الحدث. كان معكم الصحفي فهد المصري من جريده الشارع المصري.